ازيك يا صديقي؟ عمرك سألت نفسك ايه اللي بيحصل جوه جسمك بعد اول كوباية شاي؟ تعال اوريك رحلة طويلة بس بتخلص في ثواني. اول ما ترفع كوباية الشاي جسمك بيستعد، واللسان والبلعوم بيشتغلوا مع بعض في عملية بلع. هي مش عملية قوي لان الشاي سائل فبينزل المعدة دايركت على طول. المعدة بتستقبل الشاي وتبدأ تفرز احماض وانزيمات، والكافيين بيستعد لانه هيبقى بطل المشهد اللي جاي. المحطة الجاية الامعاء، وهنا بيبدأ الشغل. الامعاء يا صديقي فيها شعيرات، الشعيرات دي بتمتص الكافيين والعناصر الاخرى. بعد امتصاص الكافيين بينتقل بسرعه رهيبه في الدم لحد المخ، بس الاول لازم نعدي على الكبد. اول مرحله بيعدي عليها الدم، الكبد بيفلتر ويكسر الكافيين وينظم الكميه، بمعنى اصح بيظبط لك الجرعه. اول ما الكافيين يوصل المخ بيمسك ماده يعجنها ضرب، الماده دي اسمها الادينوسين، واللي بتخليك تحس بالنعاس. فلما الكافيين يكسرها انت فجأة بتحس انك فوق. دلوقتي قلبك هيبدأ يدق اسرع سنة، والاوعية الدموية هتتوسع شوية، وده هيخليك تحس بنشاط ودفء. الكافيين يبدأ يرفع هرمونات التركيز، والدوبامين بيتحسن، عشان كده بتحس بحالة روقان بعد كوباية الشاي. الكلى بتبدأ تصفي السوائل، وعشان كده غالبا بتضطر تروح الحمام بعد كوباية الشاي. وفي الآخر يا صديقي، كوباية الشاي الصغيرة بتعمل حفلة جوه جسمك. لو عايز رحلة جديدة اعمل كومنت واستنى الفيديو الجاي، متنساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.